تعالوا اقول لكم انا ازاي اتعلمت الرسم بغض النظر عن مكتبي شكله وحش، بس هنرسم الصوره دي مع بعض. بصوا انا مش هكدب عليكم واقول لكم ان انا رسمي احسن حاجه، بس انا هقول لكم سر من الاسرار اللي خلتني بجد اتعلم الرسم بسرعه. انا بصراحه ما درستش الرسم خالص، ولا حتى كان الفيديوهات بتاعه تعليم الرسم بتنفعني اللي هي على النت. فالطريقه الوحيده اللي نفعتني اللي هي طريقه ان انا ارسم واشوف الرسمه هتوديني لفين. انا اول حاجه لما بكون عايزه ارسم وش مثلا معين بتخيل ان هو مكون من اشكال هندسيه، بحطهم كده بشكل عشوائي بدون اي قياسات ولا اي حاجه، وبعد كده ببتدي بقى احط الملامح. المفروض ان انا بعمل كل ده بقلم رصاص خفيف قوي، علشان زي ما انتم شايفين همسح كتير جدا لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه في الاخر. فيا ريت ما تعملوش زيي وترسموا بقلم رصاص تقيل كده. بعد ما بحط الملامح بحس ان الوش ممكن يتعدل شويه، فبفضل امسح واظبط وامسح واظبط لحد ما بوصل للشكل النهائي اللي انا عايزاه في الاخر. اقول لكم على سر، انا بكره الاستيكه الفحم، والله حاولت احبها بس مش عارفه. استخدم الاستيكه بتاعتي العاديه عشان اخفف الرصاص. استنوا بقى الجزء التاني وانا بلونها.